اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بيكم على قناه ايمن سبورت 2 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. ازيك يا كوتش؟ عامل ايه اخبارك؟ ازيك انت فرفوش؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. النهارده هنتكلم على موضوع مهم وحيوي وخطير، الا وهو اسباب انهيار او اسباب تراجع مستوى الزمالك هذا الموسم. ايه انهيار دي؟ انت محسسني يعني ان الدنيا خلاص جرى فيها ايه؟ هو بس شويه تعثر، وان شاء الله الموسم الجاي يبقى زي الفل. خلاص ما تزعلش يا كوتش، هنقول اسباب تراجع الزمالك هذا الموسم. ليها عده اسباب هنتكلم فيها باختصار عشان الموضوع ده مهم. اسباب مزمنه او قديمه واسباب حديثه، يعني في الفتره الاخيره. اوعى تقول لي الاسباب الحديثه ان رجب بلحه ومش عارف ايه والكلام الفاضي اللي بيتقال ده. لا، هو اسمه رجب بحه مش بلحه. ما دي من ضمن بقى الحاجات المزمنه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اللي الاسباب اللي احنا بنعلق اخطائنا على شماعات ملاش اي علاقه بالواقع، والناس بره عماله تضحك علينا. هو بس بره يا كوتش؟ ده بره وجوه كله عمال يضحك يا كوتش. اما بقى نتكلم في الاسباب المزمنه او الاسباب القديمه. واحد، فكر وطريقه اداره النادي غلط. في حاجه اسمها فن الاداره، ده علم يا جدعان، لازم نتبعه، لازم نتبع اسلوب راقي في التعامل، فكر يعني يكون عملي، مش اللي انا اقعد اطلع اخطائي كلها في السحر والشعوذه، وان الكوره مرت جنب الجون وطلعت مش عارف اتزحلقت من فوق العارضه والكلام الفاضي ده. يعني لازم نمره واحد نغير فكرنا خالص، او يا اما نغير الهيكله الاداريه كلها في النادي. ونمره اتنين، اسلوب وفكر الناس المسؤوله كلها في النادي. يقول لك احنا مظلومين، احنا مضطهدين، احنا مش عارف ايه، كل الكلام ده غلط. مفيش حاجه اسمها احنا مظلومين، انت زيك زي اي نادي تاني موجود في ال 18 نادي اللي موجودين في مصر في الدوري الممتاز. فعلا يا كوتش عندك حق، ده القناه مخصصه للهجوم على النادي الاهلي، النادي المنافس، بدل ما افكر يعني ساعتين ونص ولا 3 ساعات على الهوا على كل الهجوم على الاهلي. دول بيعملوا، دول بيسووا، دول اصحاب مبادئ، دول مش اصحاب مبادئ. كل ده مش مهم، المهم انا ايه، انا بعمل ايه، اللي انا ادور على الصح واعمله، مش ادور على اني انقد النادي اللي قصادي وخلاص. انا مش عايز اخوض في الموضوع ده كتير، لان بامانه ده اساسي في اسباب الكتيره اللي الضياع اللي في نادي الزمالك دلوقتي. كل شويه بص الاهلي بيعمل ايه، بص ده بيقولوا ايه، ده بص الاهلي. يا جدعان فين؟ هو الاهلي بيعمل ايه دلوقتي؟ بالاهلي صامت، بيجيب اللعيب ويتفاوض معاه ويلعب بناء على رؤيه فنيه، وبعد كده ويسيبوا كل اللي يقولوا. كل الكلام اللي بيتقال تلات ارباعه بيطلع غلط، وفي الاخر تبص الحقيقه في النادي الاهلي وما بتظهرش الا في الاخر. ايه ده؟ انت عايز الاداره كلها تتغير كده يا كوتش ولا ايه؟ انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ يعني عاجبك مثلا كميه القواضي المرفوعه دي ضد النادي، سواء حجز ارصده ولا سب وقذف ولا ما احنا عايزين نفوق من الكلام ده كله يا جدعان، يبقى نعرف اللي لينا واللي علينا. ما نجيش بقى نعمل ونتكلم ونقول ونعيد، وتلاقي القواضي والحجز والكلام اللي بيحصل ده، ونرجع نقول هم بيضطهدونا وهم بيعملوا وهم بيسوون. ما اسلوبنا غلط في التعامل مع اللي حوالينا. خلاص يا كوتش، انا نقفل على الصفحه دي. والبند الثاني ولا السبب الثاني؟ اتفضل يا كوتش، الميكروفون معاك. السبب التاني بقى اختيار المدير الفني. لازم يكون في دراسة وفكر صح في التعامل مع اختيار المدير الفني، وفي التوقيت المناسب. يعني ايه في التوقيت المناسب؟ يعني ما اجيش في نص الموسم واجيب مدرب اجنبي واقول له العب، والفكر الاجنبي طبعا معروف ان هو بيجرب وبيشوف وبيعمل، فهياخد وقت. ده ما ينفعش في وسط الموسم، لازم فترة كافية في فترة الاعداد ويجهز، ولو في فكر يلعب ماتشات ودية ويجهز الفرقة بحيث ان هي تبدأ اول الموسم تبقى جاهزة ويطبق فكره. واكون واثق في المدير الفني ده، واثق في اختياري ليه، وبناء عليه احاسبه بقى امتى؟ اخر الموسم. ده بعد ايه؟ اختيار صح واختيار دقيق. وبناء عليه المدير الفني يختار العناصر اللي هو محتاجها في الفرقه ويعمل فتره الاعداد الصح. مش كده يا كوتش ولا ايه؟ بالظبط كده، اختيار العناصر دي تبقى رؤيه فنيه، والمدير الفني هو اللي يختار العناصر المسؤول عنها وعلى حسب فكره واحتياجاته. وممنوع النقد، واللي انت تهزق لاعب ولا مدير فني ولا تعترض على طريقه لعب ولا حاجه على العلن كده قدام وسائل الاعلام والكل يسمع، سواء بقى زويه ولا اسرته ولا حتى هو. وده من ضمن الفكر الاداري. النقد ما يبقاش علني وجارح، في حاجه اسمها الغرف المغلقه، وباسلوب راقي، 1+1=2. اثق في اللي انا جايبه اللي هو المدير الفني وحاسبه اخر الموسم،
مش هطلع كل شويه واقول لا ده انا كنت جايبه بشبشب زنوبه، ده بيعمل وبيسوي. لا، مفيش الكلام ده، ده مش في كره القدم خالص. اذا الموضوع كبير بقى وفي اسبابه كتيره، فاحنا هنكتفي بهذا القدر، والحلقه الجايه ان شاء الله هنكمل معاك يا كوتش. يا ريت يا ريت نفوق من اللي احنا فيه، يا ريت يكون في عندنا شجاعه كافيه عشان نقول الصراحه الحقيقيه، نواجه انفسنا قبل ما نواجه الجمهور. اصدقاء احباب متابعينا في كل مكان، يا رب نكون اسعدناكم، يا رب نكون وفقنا، وانتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله هنكمل فيها اسباب تراجع الزمالك بصدق وبصراحه، بدون بقى ما تقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي، لا، الحقيقه وبس. يلا ليلتكم فل.